علاقة الرجل السعودي والإمام العباس. شوف، هذا الشخص سعودي باع قلبه حتى يعيش جهاله، وشوف الصدمة المرعبة. خلي لايك ومتابعة وكمل الفيديو. بعد ما قطعوا الراتب مالته ما ظل عنده لا بيت ولا اكل حتى يعيش جهاله، فراح وعرض قلبه بمواقع غير رسمية لان هذا الشيء ممنوع قانونيا. فشاف الاعلان مالته تاجر سعودي ملياردير، وهذا التاجر ابنه عايش على الاجهزة بسبب مشاكل بقلبه. وبعد ما اتفقوا على السعر قال له من ادخل غرفة العمليات تحول الفلوس لمرتي. وبعد ما دخل غرفة العمليات حول التاجر الفلوس لمرتي. بس الصدمة مو هنا، الصدمة من جابوا ابنه على مود الفحص فشافوه قاعد وقلبه طاب وما بيشي، والاطباء انصدموا وما صدقوا شنو اللي صار. ورا ما قعد الرجال من العملية قالوا له شنو شفت وانت نايم؟ فقال لهم انا قبل لا انام درت وجهه على كربلاء المقدسة ونخيت ابو فاضل العباس وكانت الدمعة بعيني، وجاني الامام العباس وانا نايم وقال لي جهالك ما راح يتيتمون. السلام على باب الحوائج ابو الفضل العباس. خالد شنو هالكذبة هاي؟ والله أنا خفت السقف ينزل علينا من هالكذبة هاي. يعني شخص سعودي عنده مكة وعنده بيت الله وعنده قبر الرسول وعنده الصحابة وعنده البقيع، ترك كل هاي ويروح كربلاء. يا اخي بطلوا كذب والله العظيم، صرنا يعني ملينا واحنا نضحك عليكم.